عملتنا النهارده يا حبايبي الكرنبيت ده انا مفرزاه في الفريزر. هطلعه لكم بردك من الكيسه وتشوفوه. انا مطلعاه بس كده يهدى شويه من التلج وهحطه في التتبيله عباره عن ايه. معايا طماطمتين مبشورين اهمت زي ما انتم شايفين. معايا ايه كمان؟ معايا فصين توم هبشرهم بقى ايه من الناحيه الايه، من الناحيه الصغننه دي الرفيعه دي، مش عشان عايزاها ايه مفروم ناعم. ومعايا هنا ايه كزبره على كمون وملح وفلفل اسمر. ماشي. وتقول بردك ايه تفضلوها، ممكن بردك تحطي بقى ايه بهارات فراخ لو عايز. هفتحه دلوقتي من الكيسه واوريه لكم من غير بيض بقى ومن غير اي حاجه تانية. هتشوفوا ان شاء الله النتيجه بتاعته عامله ازاي. حبايبي لونه عامل ازاي، بصوا زي الفل ازاي، ابيض ازاي وجميل. على فكره انا بقى مش اول مره اعمله في الفريزر، انا عملته كذا مره قبل كده. مش انا بحبه بصراحه متفرز كده بيبقى سهل عليا. هو بس بتحس اللي هو ايه طعمه ما بيتغيرش، هو بس بتحس اللي هو ايه يعني دبلان ايه سيكه كده. لما بتيجي تفرزيه بتسلقيه ربع سلقه مش نص سلقه كمان، عشان ما يتهرش ايه ما يتهرش منكم. مش هو لسه فيه تلج اهو زي ما انتم شايفين اهو لسه فيه تلج، بس عادي مش مشكله. انا هحطه في التتبيله كده يشرب من التتبيله قبل ما اجي اقليه ان شاء الله يكون فك خالص. ماشي. استنوني بقى لما اخلصه، ويا رب تكون الطريقه بتاعتي هتعجبكم ان شاء الله. انا مش مخترعاها ولا حاجه، على فكره دي جارتنا الله يرحمها من زمان كانت بتعمله على طول بالطماطم كده. ماشي. احنا بنقليه، في ناس بتعمله انا بعمله بردك بالطماطم طبيخ باللحمه اللي على الصاج، يعني زي ما تحبوا. ماشي. يلا يعني ممكن بردك المفرز ده تعملوه بردك بالصلصه او تعملوه طاجن كده في الفرن بيبقى جميل. يلا استنوني بقى، بس بالله عليكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه ومش مشتركين. بصوا يا حبايبي الكرنبيط اهو على النار. بصوا هتعفريه بايه، بدقيق او دقيق بقسماط او دقيق على نشا زي ما انت عايزه. ماشي. لو انت حسيتي ان هو ما شربش كويس من التتبيله ممكن تتبلي الدقيق معاكي. ماشي. لو انت شايفاه خلاص اخد وقته في التتبيله خلاص. ماشي. مش لازم ايه تبهريه، مش لازم تبهري الدقيق يعني. ماشي. بصوا حبايبي الحبه الاخرى بقى اللي كانوا في الطبق. بصوا اخر في حبه فرافيت كده اهو صغيرين، ماليش بقى خلق ان انا اقليه حته حته. اخدت اللي عرفت اخده قليه، والباقي رحت جايه ملخبطاهم مع حبه الدقيق اللي اتبقوا، رحت عجنهم في بعض كده وعاملاهم قرص. لو عندك حبه بيكنج باودر ممكن تحطي كمان عشان متبقاش مكتومه معاكي. ماشي. وادي الطاسه اللي انا طلعتها اهيت. متنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه ومش مشتركين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.